بيان إلى الرأي العام والصمت الدولي والتجيش الإعلامي. هنا كوباني وليست غزة، هنا إرادة الشعب التي كسرت أكبر إرهاب كان يرعب العالم. هذه الإرادة والقوة التي حررت مناطق شمال شرق سوريا دون أن تميز بين مدن العرب والكرد. واليوم للأسف التحريض واضح على الكرد من قبل الأعلام والفصائل التابعة للحكومة الجديدة ومن بعض العشائر العربية. أين النخوة؟ أين الوجدان؟ أين الضمائر الحية في قلوبكم؟ هل نسيتم بأن الكردي أخ للعربي؟ هل نسيتم علاقاتكم مع آلاف السنين والعلاقة المتينة المبنية على المحبة والتآخي؟ عندما تشكلت قسد أصبحت الشراكة أقوى واستراتيجية التوافق كانت واضحة في ساحات القتال عندما اندمج الدم العربي بالدم الكردي. واليوم الإعلام مثل فيصل قاسم يحرض العرب على الكرد ويحرض على قتل الكرد وخاصة النساء المقاتلات والسياسيات والناشطات. وفيصل قاسم والصمت الدولي وحكام العرب والعشائر العربية لقد نسوا بأن المرأة الكردية هي من قاتلت ودحرت داعش في مناطقنا عندما كانت النساء بالرقة ودير الزور ومنبج يسبلنا. واليوم يهدد بقصف جدائر المقاتلات ويمثلون بأجسادهن ونشر فيديوهات وهم يرمون النساء من طوابق العلوية. المرأة التي أوصى بها الرسول والكتب السماوية تهان وتضرب وتقتل بدم بارد. المرأة التي لعبت دورا فعال وكانت وما زالت إرادتها قوية يريدون كسر هذه الإرادة. بالمقابل مخيم الهول نساء داعش رغم الذهنية الداعشية المزروعة بعقولهن يقطنون المخيم بخير وسلام دون أي إيذاء وتجريح لهن. من هنا نقارن المعاملة وسوء الخلق تجاه المرأة الكردية والشعب الكردي الذي ضحى بشبابه وبناته من أجل أخوة الشعوب، ولكن اليوم لا يجد أحد يسانده ويضحي من أجله سوى بعضهم البعض. عندما انسحبت قواتنا من الرقة والطبقة والمناطق العربية هذا ليس ضعف أو كسر بل تجنب للتصادم لهدر الدماء ولإيقاف التحريض الإعلامي الخانق وإيقاف الفتن ما بين الشعبين الكردي والعربي. إلى الشرفاء الذين يرون الحق ولا يتكلمون، صمتكم يقتلنا ويجعلنا لا نؤمن بعدالتكم ولا سياستكم. نحن كمؤتمر ستار وباسم جميع النساء في مقاطعة الفرات العربيات والكرديات نطالب وبصوت عال من الرأي العام ومنظمات حقوق الإنسان والحقوقيون والسياسيون أن تقفوا هذا التحريض على شعبنا وعلى نساؤنا، وجدائل نساؤنا أكبر من هذه الفتنة وهذا التحريض. عاشت العدالة التي تنصف وتزرع المحبة بين الكرد والعرب وتنصف المرأة التي إرادتها تكسر العالم بقوتها وجدائلها تسطر تاريخ الانتصارات. ونحن كنساء مؤتمر ستار في كوباني ندعم الحملة تحت شعار بإرادة المرأة المقاومة نحمي الثورة ونصون الوجود. مشاركتنا تأكيد على أن مكتسبات ثورة المرأة خط أحمر وتجديد للعهد وبدعم المقاومة وصون كرامة الأرض. عاشت ثورة المرأة، عاشت ثورة الكرامة والوجود. جنجيان آزادي، جنجيان آزادي، جنجيان آزادي، برخادان جیانه، برخادان جیانه، برخادان جیانه، برخادان جیانه.